انا هنا في المستشفى دلوقتي لان في مريض محجوز، مريض عنده سكر محجوز في الرعايه المركزه لانه جاله غيبوبه سكر مرتفع اللي هي الدي كي اي، اللي هي غيبوبه سكر وفيها احماض كيتونيه في الدم وفي البول. ايه اللي دخله في كده؟ ان هو اهمل في علاجه. ازاي؟ ما كانش بياخد علاجه بانتظام فالسكر ارتفع. طب وايه اللي وبعد كده حصل ايه؟ السكر لما ارتفع جاب له مضاعفات. جاب له ايه؟ جاب له خراج في رجله، والخراج ده على الحراره بتاعت جسمه ودخله في غيبوبه السكر دي. فدخلناه طبعا الانتنسيف كير اللي هي الرعايه المركزه، وبياخد محاليل كتيره جدا وبياخد انسولين بالوريد. طب ما هي دي مضاعفه من المضاعفات اللي بتحصل لمريض السكر لو اهمل في علاجه. فلو سمحتوا خلوا بالكم، مريض السكر النوع الاول والنوع الثاني يمشي على علاجه مظبوط ويتابع مع الدكتور بصفه منتظمه عشان ما تكونش نتيجه انه يبقى محجوز هنا في المستشفى او جوه الرعايه المركزه.